موسم رمضان هو موسم صناعة التلفزيون في مصر، وده معناه إن ده أكتر وقت بيجيب فلوس، وده برضه معناه إن صناع الدراما لازم يعملوا مسلسلات تشد المشاهد بأي طريقة، سواء عشان يدفع اشتراك في المنصة اللي بتقدم المسلسل أو يفضل قاعد قدام التلفزيون، حتى لو الجودة بتاعة المسلسل من الناحية الفنية مش أحسن حاجة زي ما بنشوف في مسلسلات كتير، لكن مسلسل عين سحرية قدر يكسر القاعدة دي ويكون الحالة النادرة اللي بتجمع بين الجزء الفني والنجاح التجاري. في حلقة النهاردة خلونا نتكلم عن مسلسل عين سحرية ونجاوب على السؤال: هل مسلسل عين سحرية فعلا حالة نادرة ولا مجرد عمل حلو وخلاص؟ مسلسل عين سحرية تأليف هشام هلال وإخراج السيد مسعود. من الحاجات اللي حمستني جدا إني أتفرج على المسلسل هو اسم السيد مسعود. عين سحرية يعتبر العمل الثالث ليه في مصر بعد منعطف خطر في 2022 وموعد مع الماضي في 2025، وأنا شخصيا من محبين المسلسلين دول، رغم إني متفق جدا مع التعليقات اللي بتقول إن نهاية المسلسلين دول وحشة، لكن ده ما أثرش على قرار إني أشوف المسلسل، وده لأن الأعمال دي بعيدا عن إن هي فعلا مشوقة وعامل الإثارة فيها كبير جدا، لكن ستايل السدير مسعود كمخرج واضح فيها، ستايله فعلا مميز وبيخليك تعيش مع الشخصيات وتتعلق بيهم وتبقى جزء من الحدوتة اللي بتتحكي، مش بس قاعد تتفرج ومستني المسلسل يخلص وخلاص، وده بالظبط اللي حصل في مسلسل عين سحرية. وخلونا نبدأ كلامنا عن الشخصيات في المسلسل، تحديدا الثلاث شخصيات الرئيسية: عادل وزكي غانم وشهاب الصفطاوي. شخصيات علقت في دماغ الناس من كتر ما كانت حلوة ومتقنة وليها بريق خاص، سواء على مستوى الكتابة أو طبعا التجسيد والأداءات التمثيلية المبهرة من الثلاثي. شخصيات ممكن بسهولة نقول عليها من الأفضل الأدوار في تاريخهم الفني هم الثلاثة، إن لم تكن هي الأفضل بالفعل، وأكيد في شخصيات تانية كانت كويسة بس ما ظهرتش بنفس قوة الشخصيات الثلاثة، زي شخصية حسن اللي بيلعبها عمر الشريف وقدم فيها أداء أكتر من ممتاز. وفي العموم معظم الأداءات التمثيلية كانت كويسة. طيب هل ده معناه إن المسلسل ما فيهوش عيوب؟ بالتأكيد لا، المسلسل فيه عيوب زي أي عمل في الدنيا، وأنا عندي مشكلة مع العيوب دي، وده بسبب إن العيوب دي كان ممكن تجنبها بشكل أو بآخر وكانت هتفرق جدا في المسلسل وممكن يكون أحسن بكتير جدا. العيب الأكبر من وجهة نظري هو الحلقة 10. حلقة 10 ممكن تكون أسوأ حلقة بالنسبة لي، وده عشان أنا باكره الابتزاز العاطفي. الحلقة تقريبا نص ساعة منهم 22 دقيقة إحنا في حدث موت نوال اللي هي أم عادل، والحدث ده طول زيادة عن اللزوم، يعني ماتت وشفنا عادل لحظة اكتشاف موتها، وشفنا الدفنة، وشفنا فلاش باك وعادل بيفتكرها في البيت بعد الدفنة، وشفنا حسن أخو عادل وهو مش مصدق، وشفنا عادل وبيقلب في الصور، وكمان شفنا نجاة وهي بتحكي لعادل عنها. طب إيه، مش كتير كده يا شباب والّا إيه؟ يعني هل المفروض إني أتعاطف بعد كل ده؟ أنا بصراحة ما قدرتش أتأثّر ولا أتعاطف تمامًا مع حدث موت الأم، وده بسبب إن هو اتحلب زيادة عن اللزوم، وشايف إن هو لو ما كانش طوّل بالمنظر ده كان هيكون الحدث أقوى بكتير، وغير كده ما كانش ضروري أبدًا إني لازم أتأثّر هنا، المسلسل فيه لحظات تانية مؤثّرة أكتر بكتير، وفي الجزء ده أو التعليق ده تحديدًا أنا باقول بالنسبة لي من وجهة نظري، عشان مش شرط تكون ضايقت حد تاني أو باقول إن هو عيب قاتل في المسلسل، وللأمانة برضه دي الجزئية الوحيدة اللي ضايقتني، وباقي المسلسل كله ما كانش فيه أي ابتزاز من أي نوع، ودي أكيد حاجة تُحسب للمسلسل لإنه كان ممكن يستسهل وده ما حصلش. الصدفة العجيبة اللي أسماء وعادل عرفوا بعض بيها وتطور علاقتهم الغير منطقي، وكمان الصدفة اللي اتعين بيها عادل في مكتب شهاب دي من أعبث الحاجات اللي شفتها في المسلسل، يعني اختيار الطريقة اللي يخش بيها المكتب لأول مرة، والصدفة اللي خلته لمح الإعلان، والصدفة اللي خلته اتعين بسهولة بصراحة فيها سذاجة كبيرة جدا. هو عادل لو عنده فرصة إنه يشتغل في مكتب زي مكتب شهاب الصفطاوي كان بيشتغل في الكاميرات ليه يعني؟ طيب عشان هو أبوه اتسجن في قضية سرقة ودي حاجة كانت عائق في طريقه، طيب ليه ما كانتش عائق في طريقه وهو بيتعين في مكتب شهاب؟ والطريقة اللي دخل بيها زكي شقة مروة في الحلقة الأولى، هي التقديمة حلوة والله وروشة وعجبتني، بس أنت دخلت إزاي؟ وحاجات زي دي كتير على مدار المسلسل كله، وطبعا الحلقة الأخيرة المنطق اتضرب فيها بالنار، يعني شوية عبث غير منطقي عشان نقفل المسلسل، وده للأسف عيب واضح وملحوظ في مسلسلات رمضان عموما، وده راجع لظروف الإنتاج الصعبة عندنا في مصر، وإن الحد قبل عرض الحلقة بيوم ويمكن كمان يوم العرض يكون التصوير لسه مخلص. على مستوى التمثيل عندي مشكلة مع شخصية أسماء، شخصية أسماء مش مكتوبة حلو وسطحية وتقليدية زيادة عن اللزوم، ويمكن ده خلى الممثلة ملهاش مساحة تخليها تقدم أداء ملحوظ، وده خلى أدائها باهت وسخيف في بعض الأوقات. ونفس الكلام ينطبق على شخصية توحة، بس مع الفرق يعني في نفس الوقت شخصية توحة رغم إن هي ضعيفة على مستوى الكتابة لكن الممثل أحمد بيلا قدم فيها أداء كويس خلاه يعلم مع الناس. طيب يعني بعد كل العيوب دي ليه أنا شايف المسلسل حلو؟ عشان ببساطة شديدة هو قدر يخلينا نتغاضى عن كل العيوب دي عن طريق حاجات تانية، يعني نقدر نقول بالبلدي كده إنه عرف يغطي على العيوب بتاعته عن طريق كذا حاجة زي الهوية الواضحة للمسلسل. المسلسل ليه هوية واضحة جدا على مستوى الإخراج ونقدر نقول بالبلدي إنه إخراج سينمائي، يعني كادرات ليها معنى وبتشرح وبتقول حاجات كتير من غير ما حد يتكلم، مش مجرد كاميرا محطوطة قدام الممثلين وخلاص. وكمان العلاقات بين شخصيات المسلسل زي علاقة زكي وعادل
العلاقة اللي مش مستقرة طول الوقت بتخليك قاعد بتفكر ايه اللي هيحصل وتسأل نفسك هل اللي عادل وعم زكي بيعملوه ده صح ولا غلط، طيب أساسا زكي طيب ولا شرير. ونفس الكلام على علاقة زكي وشهاب، فيها غموض مثير للاهتمام بيخليك متحمس تعرف ايه هي الحكاية دي، وكمان غموض شخصية شهاب اللي بتخليك قاعد مترقب ومتوتر من اللي هو هيعمله عشان انت مش عارف ومش قادر تتوقع هو هيعمل ايه، والكلام ده خلاك متعاطف مع الشخصيات وعايش معاهم في الحكاية مش بس بتتفرج، وده خلق ترابط قوي بينك وبينهم لدرجة انك هتكون فعلا متأثر وبتدمع في بعض المشاهد. وبيكمل الخلطة دي موسيقى تصويرية عظيمة من خالد الكمار قدرت تميز المسلسل وتبقى جزء واضح من الحكاية. الحاجات دي كلها تخليك تحب تجربة مشاهدة المسلسل وتغفر له أي حاجة في سبيل المود اللي أنت بتعيش فيه، وفي الغالب هتزعل لما المسلسل يخلص. وكمان حاجة مهمة خلتني أحترم المسلسل والقائمين عليه أكتر، صناع المسلسل ما حاولوش يدخلوا في خناقة إن هم الأفضل وإن هم أعلى نسبة مشاهدة، والخناقة العبثية اللي شفناها في رمضان دي الناس دي ركزت واشتغلت في صمت، وعشان كده المسلسل حقق نجاحه وسط المشاهدين وباختيارهم مش من الخناقة مين الأعلى مشاهدة اللي اتفرضت عليهم. في النهاية أحب أقول إني سعيد بتجربة مسلسل عين سحرية، وأتمنى إن كل المسلسلات المصرية ما تقلش عن المستوى ده، والصناع يتعلموا من الأخطاء اللي حصلت في المسلسل ده في سبيل صناعة مسلسلات فعلا كويسة، ونبطل نشوف المسلسلات السخيفة والساذجة اللي بتتعمل كل سنة. ولو عايز تشوف تحليل فيه تفاصيل أكتر عن المسلسل أرشح لك فيديو خالد نبيل وفيديو باسم اوبينيونز على اليوتيوب. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وشكرا.